من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. الواحد قبل ما بيغلط في حد او بيقول كلمة بيقعد يفكر كتير جدا، يشوف يقول خيرا ولا يصمت. طب اللي هيقوله ده هيقوله لله ولا لنفسه؟ طب لو لنفسه لا خليه ساكت، لو لله يتكلم. طيب انا هروح المشوار ده لله، طب تمام اعمله. مش لله راجع حساباتي، نازله الشغل نازله ليه اصلح دايما نيتي. الواحد دايما بيفكر ازاي يعمل لربنا. يعني ربنا قال اللي ينزل كده على شغله فهو في سبيل الله. طب ما هو لو مش في سبيل الله فهو في سبيل الشيطان. طب ما انا نازله عشان اكل نفسي، ربنا سماها في سبيل الله. خلاص بقى ما اقولش اصل هي لا ما تنفعش، اصل هي عشان نفسي. يعني ما هو ده نازل عشان يأكل نفسه، ربنا سماها في سبيل الله. احنا بقى عايزين نسميها حاجة تانية، يبقى دي مشكلتنا احنا. دايما الواحد يبقى عنده اخلاص، وان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اي حاجة ينفع ارجعها لربنا اللي هي الطبيعية الروتين اليومي ينفع ارجعها لربنا. فالانسان دايما بيحاول يقرب من ربنا باعماله العادية، ينظف قلبه. مش اللي هو طول النهار اقرا قرآن، طول النهار اصوم، طول النهار لا، طول الليل اصلي. الحاجات دي كويسة قوي وبتقرب من ربنا، بس في حاجات اهم. اقربكم مني مجلسا يوم القيامة احسنكم اخلاقا. حسن الخلق توصل الانسان لدرجة الصائم القائم. اصلا مفيش حد صائم قائم طول الوقت يعني، وممنوع. يعني ربنا نهانا عن كده. ده اقصى حاجة صيام داود يوم ويوم، ونام شوية واصحى شوية. فأمر من ربنا ما ينفعش طول النهار صايمة وطول الليل قائمة، ده ربنا نهانا عن كده. بس لو في حاجة كده وده ما ينفعش، فاللي يوصل للدرجة دي حسن الخلق. فالإنسان لو عنده خلق يوصل للدرجة دي، يبقى مين أعلى؟ حسن الخلق. الإنسان يفكر ما يغلطش في حد، يفكر ما يأذيش حد، يفكر دايما يجبر بخاطر الناس. من اكتر الحاجات اللي بتقرب من ربنا جبر الخاطر. طيب النقطة في دم المسلم عند ربنا كبيرة قوي. تفتكروا لو الانسان من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، الذرة دي هيشوفها. طب اللي بيقتل كمية الدم، اللي بيهدم مساجد وكنايس، اللي بيهدم مستشفيات ومدارس، اللي بيدمر، اللي بيخرب، تفتكروا كل ده هيروح عند ربنا؟ اذا كان ذرة الشر ما بتروحش، نقطة دم ما بتروحش، ده املي لهم. يعني كل اللي بيحصل ده كان مكتوب عند ربنا. لا تحسبوه شر بل هو خير. كام ناس فائت، كام الجيل ده لو مهما علمناه قضية فلسطين من هنا لبكرة ما كناش هنعرف نعمل ده. طب اذا كان الذرة شر هيشوفوا، امال اللي بيحصل ده اللي احنا مش مستحملينه هيروحوا فين؟ هو بقى كده عشان يروحوا خالص، عشان املي لهم يزيد كده، يعلو مرتين وياخدهم بقى. هما عندهم حسنات اكتر لما اقتل واهدم وما سيبش ولا حد وابيد. هو ده في الدين كده عندهم، زي قصة عماليق. يعني اللي عايز يرجع لقصة عماليق هو يعرف ان هو عندهم الانسان لما يقتل ما يسيبش بقى ولا طفل ولا امرأة ولا شيخ ولا حامل ولا اي حاجة، ما يسيبش ولا حاجة، ويهدم وكل حاجة، ويموت الزرع، كل حاجة، يعمل كل حاجة وحشة. هو عنده كده، انت بتلوم عليه ليه؟ بتقول عليه ما هو عنده كده. لكن اللي عنده غير اللي عند ربنا. اللي عند ربنا ايه؟ هو اللي عند الاسلام لا تهدموا بيت ولا تقتلوا شيخ ولا امرأة ولا طفل ولا تنقصوا من صلبانهم ولا دور عبادة تيجي جنبها ولا تشيل زرع.
اللي هو عكس اللي هما بيعملوه خالص. ربنا موجود، فما فيش حاجة توجع. كل واحد ربنا عايز يعليه، ياخد ثواب الصبر، ان هو ليه حد شهيد، هو شهيد. طب ما صبرش خلاص، هو يستاهل بقى. قعد يلطم ويصوت ومش عاجبه، خلاص هو يستاهل. هو ربنا اعلم بيه بقى. يتخذ منكم شهداء يبتلي الصادق من الكذاب. خلاص يعني. ففي ناس ما صبرتش، هنعمل ايه؟ ربنا يهدينا ويهديهم، والحمد لله ان هو ربنا ما ابتلاناش بحاجة زي كده صعبة جدا. طب نعمل ايه؟ نصبر، ندعي لهم. طب هو يتخذ منهم شهداء، هو ربنا اعلم بكل واحد، بياخد اللي يستاهله. لكن انا ابقى متأكدة لا يظلم مثقال ذرة